قرية فافين، وهي قرية كردية تتبع لمحافظة حلب منطقة عزاز ناحية مارع. عشائرها هي بيسكان وكيتكان، وهما عشيرتان كرديتان، وعشيرة جيس العربية. من عوائلها الطحان، الحجي، سردار، سليمان، وخليل. عدد سكان القرية بحسب إحصاء العام 2004 3100 شخص، أما الآن فهم حوالي 5000 شخص. مساحة القرية 3500 هكتار. تقع القرية على الطريق الذي يربط بين مارع وحلب. كما قلت تتبع لمحافظة حلب منطقة عزاز ناحية مارع، وتبعد عن حلب شمالا 12 كيلومتر، وعن مارع جنوبا 15 كيلومتر. يحدها من الغرب قرية الأحداث وعلاوشة، ومن الشرق قرية حاسين وحليصة، من الجنوب قرية بابنس، ومن الشمال غرناطة والوحشية. يوجد في القرية تل ضخم. بحسب معلومات أهالي القرية فإن هذا التل يعود إلى العصور ما قبل البيزنطية والرومانية، ويرون أحيانا على أطراف القرية قطع نقدية بيزنطية وقطع فخارية يعتقد بأنها من العصر أو العهد الخوري. تشتهر القرية بخصوبة التربة ومرور نهر قويق فيه قادم من سد الشهباء إلى حلب. أهالي القرية يزرعون القمح المروي والبعلي والشعير والعدس والكمون وحبة البركة والكزبرة، ويزرعون البطاطا والبصل والثوم والخضروات الصيفية بكثرة، والفاصوليا والفول أيضا. توجد في القرية مساحات واسعة لشجر الزيتون والفستق الحلبي والعنب وأشجار اللوز. أيضا يقومون بتربية الأغنام والماعز والدجاج البلدي. كان معظم أهالي القرية يعملون في معمل الإسمنت قبل الأزمة السورية، وبعد نشوب المعارك بين النظام والمعارضة تم السيطرة على هذا المعمل من قبل الفصائل، حيث قاموا بتخريبه ونهبه ونقل آلاته إلى تركيا بالكامل. قسم من الأهالي يعملون في مجال الحدادة والخراطة وتصليح الآلات الزراعية. لديهم أيضا محلات تجارة المحاصيل الزراعية والأعلاف، ومحلات المواد الغذائية والأجبان. يوجد في القرية 3 مساجد وفرنين للخبز. مثلها مثل كل القرى تعرضت للمعارك التي جرت بين النظام والمعارضة، مما أدى إلى أضرار كثيرة بمنازل القرية. الكثير منهم نزحوا إلى مناطق آمنة. طبعا بعد رجوعهم إلى القرية ودخول داعش وسيطرتها على القرية تم اعتقال الكثير منهم، وتم قتل بعض الأشخاص بحجج وهي. وصلتني هذه المعلومات من السيد محمد عمر الأحمد أبو عمر، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية.